اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. يوم جديد وفيديو جديد من بيت أوسة ومامة أوسة. قول لهم بحباحوا، قول لهم بحباحوا. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يوم جديد، يوم كله طاقة كله نشاط. هنشجع بعض في حاجات ياما قوي، هندي بعض أفكار حلوة كتير. كملي معايا الفيديو للآخر، وأهم حاجة متنساش الاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك زغروطة من قناتي الشعار بكل لايف أو بوست أو فيديو جديد بمشيئة الله تعالى أقدمه معاك الفترة الجاية. متنسيش تعملي لايك، متنسيش تعملي كده كومنت حلو من قلبك، صح يا كوكي؟ صح؟ هو بيقولكوا كده. النهارده بقى هعمل معاكم افكار حلوه كتير في المطبخ. ده اخر جزء للمطبخ، بس المفروض في جزء تاني تحت يعني، بس هدخله في فيديو تاني عشان الفيديو مش عايزاه يبقى طويل عليكم. ماشي كو. النهارده بقى بصوا هنشجع بعض في حاجات ياما قوي. لو انت لسه مبدأتيش تنظيفات العيد، لا قومي بقى كده تشجعي معايا واتفرجي على الفيديوهات اللي تحت. هنشجع بعض في تنظيفات المطبخ في العيد. تنظيفات بقى يا بنات عميقة، مش من فوق الوش. هنطلع كل حاجة في المطبخ حرفيا. بس قبل ما نعمل اي حاجة نظبط ايه بقى؟ نظبط الطاسة. نعمل لنا واحد قهوة نشربه كده عشان خاطر نستعد كده على الشقة بالله، ونشوف بقى يومنا هيبقى ماشي معانا ازاي. القهوه طلعت معايا بوش يا بنات، بجد القهوه اللي في السوق يا بنات الايام دي مش حلوه خالص. مش عارفه ليه، يعني تاني مره اجيب منها اجيب قهوه مطلعش حلو، مطلعش حلوه خالص. فبيقولوا يعني ايه ما تجيبيش من السوبر ماركت وكده، جيبي من فتح الله. فلما اشوف بقى، لما اشوف بتاعه فتح الله بتطلع طعمها ايه. يعني انا جبت ابو عوف، جبت احمد الشيخ، مش حلوه خالص خالص خالص. اهو بصوا، بجد انا بحب قوي بنات القهوه. بصي بقى كنت هنا صاحيه الساعه كام؟ الساعه 8 الصبح. فكان يوم، بصوا بقى، يوم شقة 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 شقة، يعني شقة بقى مع ما يكون معاكي أطفال وكمان غسيل. طبعا انتوا عارفين ان الغسيل ما بيخلصش عندنا في البيت. طول ما انت عندك أطفال طبعا لازم تغسلي كل شوية. هنا بقى يا بنات نويت اغسل اكني بغسل في غسالة عادية. بملى الغسالة عشان نفسي اشوف الرغاوي يا بنات، نفسي اشوف الرغاوي بتاعت الغسالة. كان عندي حبة مواعين كده، قلت اغسلهم معاكم عشان ايه نتنشط كده مع بعض. اي واحدة وراها مواعين تقوم تغسل المواعين بسرعة بسرعة. وصلتي بقى لحد هنا، بس اشتركي في القناه، بس تعملي لايك، بس تعملي كومنت حلو من قلبك. لو عايز تساليني اي سؤال اساليه وانا هرد عليكي في اي حاجه، يعني اي حاجه عايز تساليها ان شاء الله هرد عليكي فيها. بصوا هنا طبعا اكتر حاجه انا قلت لكم ان انا مش بحبها هي اغسلها يعني، اللبانه وحله الملوخيه. فهنا كان عندي لبانه وصلصه برضو يعني، وكان عندي حله كمان ومكرونه. فبصوا يعني الاتنين اصعب من بعض يا بنات، الاتنين بجد اصعب من بعض. سو كده نغسل واحده واحده. الحلل السلسلين دي من اجمل الحلل الصراحه اللي انا بحبها قوي قوي قوي. بجد بتلمع، بتبقى جميله قوي. بس طبعا لازم تجيبي نوع يكون حلو، ويكون يعني في ناس كتير قوي بتشتكي ان السلسلين عندها بيغمق من كتر النار وكده. لا، ما هو حسب النوع. يعني انا جايبه النوع دوت بونيره، فهو النوع ده حلو قوي الصراحه يعني. بس هنا بقى ببوش دي بفضل بقى على الميه كده واعملها بايدي لحد ما انزل منهم كل حاجه. بصوا كده بالمنظر ده. عايزه يعني انا مش بحب احط الليفه بتاعت المواعين في الغسيل يعني فيها، وهي فيها صلصه وهي فيها كده، لان برضو هتبوظي الليفه وهتخلي ريحتها مش حلوه، هتبقى كمان شكلها مش حلو. فانا لا، بنزل كل حاجه كده، الدهون اي حاجه بنزلها، وبعد كده اغسل. على الاقل اغسل بنظافه، ما تبقاش مثلا الليفه لونها احمر لونها كده، لا. كده تبقى احلى. ويا ريت يعني تعملوا الحركه دي وانتوا تعملوا الحركه التانية دي. يا ريت تعملوا الحركه دي. بصوا انا بحب اغسل المواعين قوي يعني، بس الحلل الصلصه والملوخيه. بس اكتر حاجه يعني، اكتر حاجه الملوخيه واللبان. اللبانه طبعا بتبقى صعبه قوي والريحه برضو، فالحمد لله. هنا بقى بحاول، بصوا يعني بنضف كده اول باول عشان خاطر العين عندي ما تسدش. يعني اعمل وانضف واقفل الحنفيه، اعمل وانضف. عايزه اقول لكم يا بنات انا ما بشوفش الميه، خلي بالكم. يعني انا مش بشوف الميه دي بتقطع عندنا كتير قوي في العجمي. فانا ما بشوفهاش، فلما بشوفها بحس ان انا ما صدقت ان انا شفتها. يعني بحب اسيبها مفتوحه بقى، شايفاه كده بقى، بس مش مفتوحه طبعا على الفاضي يعني. املأ ازايز كده. زمان لما كنت في بيت مامتي وكده كانت بتملى هي ازايز ياما. فانا كنت اقول لها ماما بتملي ازايز ليه يا ماما؟ ارميها ومش عارفه ايه، وليه حاطه تحت الحوض. لما انا جيت اتجوزت كنت ما رضيتش خالص، ما كنتش بملى ولا ازازه. لما نجيب حاجه ساعه كنت بمسك الازازه ارميها، ما كنتش بملاها. مملهاش من كتر ما انا كنت متعقده من الحاجه ديت. بعد كده بقى لما جربت ان الميه بتقطع كتير وده بيحصل وده بيحصل،
بقيت زي يعني فعلا عرفت قيمة مامتي، هي كانت بتعمل كده ليه. يعني امي انا كده عرفت ان ماما كانت بتعمل كده ليه. كانت بتعمل كده عشاننا، ما احنا اللي بنحتاج المية دي. فانا بقى كنت اروح اجي الاقي المية قطعة، ما عنديش ولا نقطة مية في البيت، طب اعمل ايه؟ لا اضطريت بقى ان انا بقيت املى ازايز، بقيت املى جرادل. يعني كل حاجة انا كنت ضدها عند ماما انا بقيت اعملها. بجد عرفت قيمة امي لما انا اتجوزت. عرفت هي كانت بتعمل كده، كانت بتعمل كده، كانت بتشيل الجرادل اللي هي بتاعت المية. إيه كانت بتشيل الازايز ليه. فبجد احنا ما بنعرفش قيمة الامهات يا بنات والله غير لما بنتحط في نفس الموقف. فبجد ربنا يا رب يخلي لي امي ويخلي لكم امهاتكم جميعا. فقيمة الام وغلاوتها بجد ما بتتقدرش بتمن يعني. بجد ربنا يرزقنا يا رب جميعا يا رب، وامهاتنا جميعا تطلع عمره وحج ان شاء الله باذن الله بجد يعني. طبعا اللي بايده حاجه يعملها ويطلع والدته ده يعني يبقى بجد بني ادم محترم وكويس جدا يعني. واللي بايديها بقى تطلع والدتها ولا امها والدتها ولا ابوها ومش عايزه تطلعهم وهي معاها، بخيله قوي، بخيله قوي قوي. ان شاء الله، لا ان شاء الله كلنا نطلع اهالينا يا رب يا رب. بجد هما تعبوا معانا وشقوا معانا، طبعا احنا ما حسيناش بقيمتهم غير لما بقيتش ام. تحسيش بقيمة امك اللي انت يعني لو حد بيعمل كده بيزعق لامه وبيشوقها بيعمل لها كده بايده بيعمل كده، بجد ما تعرفيش قيمة امك غير لما تبقي في الموقف وتحسي بقى بامك. ايه ده، انا ازاي كنت بعمل كده مع ماما؟ امك يعني كانت بتسهر عليكي. انا كنت اجي من الشغل الاقي امي عامله لي الاكل، إيه جايبه لي جرجير. يعني كنت انا شعري بيقع جامد قوي، كنت كل يوم اروح الاقي ماما جايبه لي سلطه، جايبه لي جرجير. السلطه دي عشان خاطر هجير عشان شعرها، إيه مثلا ده عشان هجير بتحبه، ده عشان هجير بتحبه. فانا يعني بجد الحاجات دي كلها افتقدتها، افتقدتها بجد. يعني كنت كل يوم اجي كده خلي بالك. الرمان كانت تجيب الرمان وتفصصه، تحطه في التلاجة، تحط فيه ميه وسكر وهجير الرمان عشان خاطر الاميميا. الرمان عشان خاطر الاميميا، الرمان انا جايبه ده الهجير انا بتفصصه عشان اكله، عشان هي عارفه طول ما هو محطوط في التلاجة مش متفصفص انا مش هاكله. فوالله العظيم بصوا كانت ايام جميله، وربنا يا رب يخليها ليا يا رب وما يحرمنيش منها ابدا. يخلي لكم يا رب كلكم امهاتكم واهاليكم. لو وصلتي بقى لحد هنا معايا يا ست الكل تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان عيله اوسه ودودو تكبر ان شاء الله بيكم. وان شاء الله كده قناتي تكبر، ادعوا لي يا بنات كتير ان قناتي بقى الناس كلها تشوفها، والفيديو ده بالذات الناس كلها تشوفه. اشترك معايا في القناه. ولو انت اول مره تشوفيني انزلي خدي جوله في الفيديوهات اللي تحت، هتعجبك قوي قوي قوي. هنا طبعا انت بتقولي هاجر ايه اللي عمل الحوض بتاعك خلاه بيلمع كده، رجعه اكنه جديد. ده يا بنات سحري، سحر والله العظيم سحر بجد من عند اي واحد بتاع منظفات. مش هقولك اتفرجي على الفيديو تحت مش هتوهك طبعا، لا انا مش يعني مش بتاعت الكلام ده اقولك اتفرجي على الفيديو تحت، لا. بنات دوت بروح عند بتاع المنظفات طبعا، ولا بجيب سترز دلوقتي ولا بجيب الانواع دي خالص، بقت غاليه جدا. طبعا بتخلص بسرعه جدا كمان، واحنا دلوقتي عايزين نوفر على قد ما نقدر. بتروح عند بتاع المنظفات تقول له انا عايزه ب5 جنيه مزيل دهون. هو الاول كان الكيلو ب6، دلوقتي بقى الكيلو ب8 او 10. قولوا انا عايزه كيلو مزيل دهون جميل، بس اوعي ترشيه على الرخامه عشان انا كنت حاطه الكيس قبل كده على الرخامه وخر يعني اتقطع وخر خلال الرخامه مش عارفه اسمها ايه مش عارفه رخامه ولا رخامه. آه، بهتها لي خلاها بهتانه، مع ان الرخامه عندي كانت حلوه قوي يعني ما كانتش بهتانه خالص. دلوقتي بضطر بقى ان انا بجيب فازلين. هي كذا حد يعني قال لي ان هي بتتلمع بفازلين بزيت باي حاجه، فانا بلمعها بفازلين كده وبيديني ريحه حلوه ويديني لمعه جميله قوي الصراحه يعني. هنا بقى كنت بغسل بقى يا بنات الدولاب، غسلت الدولاب بصوا كل حته كده عشان اعلق بقى الليد بتاعي، وهوريكم انا هعلق الليد ازاي. ولا بدبل فيس ولا الكلام ده خالص خالص خالص، هعلقه بطريقه حلوه قوي زي ما كنت مورياكم قبل كده، كنت معلقه برضو اللي في البار. إيه لو انت جديده انزلي في الفيديوهات تحت عامله افكار حلوه كتير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعجبك، ومستنيه كومنتاتكم. لو انت جديده ما تبخليش بقى باللايك والكومنت، بجد ما تبخليش يعني. اعتبريني زي القنوات الكبيره كده، قولي لي الله حلو يا دودو جميل يا دودو تسلم ايدك، واديني رايك. لو في اي حاجه برضو شايفاه ان انا عملتها غلط برضو قولي لي برضو عليها، برضو مش هزعل. هنا بصوا بقى طبعا انا كنت عايزه قايله لكم ان انا عايزه افجر الرخام على قد ما اقدر، بجد انا كده فضيتها والله يا بنات. انا حطيت حاجات فوق وحاجات تحت يعني بس طبعا حطيت بقى الحاجات اللي انا بستعملها. طقم التوابل طبعا بستعمله، بجد من الحاجات اللي انا ما ندمتش ان انا جبتها، بس ندمت ان انا جبتها مو في الصراحه يعني، بس ما ندمتش ان انا جبتها. المناديل برضو انا بستخدمها.
ال- الشفشق ده طبعا انا بحط فيه ميه، انتوا عارفين بقول لكم الميه بتاعتها عندي كتير قوي. المجات دي الصراحه كنت عاوزه احطها على البار، بس بعد كده رجعت في كلامي وجبتها هنا وقلت برضو ممكن انقلها يعني. عايزه اقول لكم ان هنا طقم المعالق ده كان بيلف معايا، بس شكله من كتر ما هو اتحط يعني الميه جت تحتيه. زي ما قلت لكم انا سبت المكان هنا يومين كنت بنضف السيراميك وكده، فالميه بقى جت بصوا في العلاقه الخشب بتاعه المجات، حتى انتوا شايفينها من تحت اتشرخت كده وعملت لون كده من تحت، فبجد ضايقتني قوي. هنا اهو بصوا بقى كده اهو حطيتها، وهنا بقى هوريكم ازاي هركب الليد. بصوا انا الاول بدات بيه من هنا. بصوا بقى الجمال يا بنات، شايفين الجمال والحلاوه، تحفه بجد، جميل قوي قوي. بصوا بقى احطه بايه، بالمسامير دي، مسامير اللي هي التليفون الارضي اهو. بصوا كده هعلقه. عايزه اقول لكم جميل قوي، بس انا طبعا عشان كنت مقربه قوي على الكاميرا فروحت فصلت وعملته لوحدي. الاول على فكره جربت ان انا احطه في الحيطه وكده، كنتش عايزه مش عايزه اخرم دولاب الالموتين، بس ما نفعش، كانت المسامير ضعيفه عن تتحط في الحيطه. بص اهو. بس بقى بعد ما علقته، عايزه اقول لكم انا حطيت مسمار هنا ومسمار في النص ومسمار في الاخر، يعني انا ما حطيتش مسامير ياما. بصوا. عايزه اقول لكم دلوقتي هلاقي ان انا معايا طول في الليد، فهروح حاطه هناك. بصوا هنا اهو الحوض زي الفل، شايفين المنظر. بجد بجد كنت فرحانه قوي بالنتيجه دي، نفسي العيد بقى يجي والنظافه دي تكون موجوده في المطبخ، كان نفسي يعني كان نفسي. انا دلوقتي هوريكم يونس عامل لي ايه في المطبخ يا بنات. بصوا عايزاكم برضه تقولوا رايكم، بس هو حلو قوي عجبني جميل خالص. وعايزه اقول لكم كده اوقات كتير قوي جوزي مثلا بيتفرج على الماتش وانا اولع النور، يجي يقول لي في النور مش عارفه ايه، انا يعني لازم تغسلي المواعين وانا بتفرج على الماتش، النور بيضايقه كده. فدلوقتي بقى هتبقى حلوه قوي ان انا اشغل النور وهو يتفرج على الماتش، شغل النور دوت واغسل المواعين بقى واخش المطبخ براحتي. عايزاكم برضه تقولوا رايكم. بصوا بقى، بصوا الحوض، وهنا سايبه الفوطه دي تنشف. بس هنا هو بوريك. بصوا بقى يا بنات، هنا ده في نفس الثانيه، نفس الثانيه دخلت وجيت. بصوا لقيت بقى يونس عامل لي ايه. عايزه اقول لكم يعني انا بنضف مرمطه. بص اهو، شايفين المنظر؟ بالله عليكم ده يرضيكم؟ ده يرضيكم؟ ده اعيط والله العظيم، والله العظيم ما اعيط. رحت بس اطفي الغساله وجيت لقيت المنظر ده. بصوا، فضي لي الدرج اللي فوق، اللي انا بقى كنت يعني مفضي الدرج اللي فوق وعايز يطلع يقعد في الدرج اللي فوق. بقول لكم يعني انا بالله عليكم اعمل ايه، بنضف فوق وهو جالي تحت، بقول له يا ولا بتعمل ايه، ولا معبرني اقسم بالله العظيم. بس يقول لي شيليني بقى، عشان انا خلاص خلصت، شيليني بقى، شيليني وخديني. اهو بصوا اهو، شفتوا عديت الليد فين، عملت دوت بتاع بتاع السخان، حطيته كده لان انا برضو كنت اوقات برضو بخاف منه، علقته كده. انا عارفه ان السلوك برضو بتبقى شكلها مش حلو يعني وهي محطوطه وكده وباينه، بس التأسيس يا جماعه، التأسيس مهم قوي 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 للمطبخ، ان انت تعملي فيش في كل مكان انت عايزاه. هنا بقى كنت الهدوم دي كده كنت غساها على ايدي بتاعت قوسه، هو بقوسه. هنا بقى ايه، الغساله كده خلصت بقى، ابدا ان انا انشر هدوم الصغنون، هدوم السخنة. بصي قلت بقى انشرها تحت عشان انا عندي طبعا غسيل تاني، انشر له هو هدومه تحت صغنونه بقى، فمش هتنزل ايه على الارض. عايزه اقول لكم انا عملت في البلكونه حبه حاجات تحفه يا بنات، تحفه تحفه تحفه. بيضتها، وبصوا انا اللي بيضتها والله العظيم، اتبهدلت بجد حرفيا، اتبهدلت ايدي باظت 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 يعني، كده كتير كتير كتير. لو وصلتي لحد هنا مش تحطي لايك، بس تعملي كومنت حلو من قلبك. وهنا انا بيضت البلكونه يا بنات، عملتها اوف وايت. إيه، وهبيض الشيش ابيض. ايه رايكم برضو؟ ادوني رايكم، ابيضه ابيض ولا اعمله نفس الدرجه برضو كده اوف وايت، مش عارفه. قولي رايكم، هو كده كده الابيض بيصفر، ولا اعمله بني، مش عارفه برضو، فمستنيه منكم رايكم. إيه، ما تطنشونيش يعني، قولوا لي عشان انا خلاص ببيض وبخلص يعني. وهشيل الستاره برضو هغسلها. بصوا هظبط البلكونه يا بنات، مش عارفه بقى هجيب نجيله ولا لا، بس بتهيألي لا مش هجيب نجيله دلوقتي، او ممكن اجيبها والله العظيم يا بنات، ادعوا لي ربنا يا رب يرزقنا واجيبها يعني، يا عالم يا عالم يا عالم، مفيش حاجه بعيده عن ربنا. اي حاجه اي حاجه نفسنا فيها ان شاء الله نجيبها. بجد يا بنات لو انت عروسه بتجهزي، بجد اوعي ما تجيبيش المقلايه الهوائيه، اوعي اوعي جيبيها بجد بجد. حاجه اساسيه اللي هي الفراير، حاجه اساسيه قوي يا بنات. هما في ناس بتقول عليها مقلايه هوائيه، وفي ناس بتقول عليها اير فراير، فاحنا النبي عربي، مقلايه هوائيه. بجد ما تنسيش تجيبيها، مهمة قوي قوي قوي. انا ما حسيتش ان انا محتاجاها غير الايام دي،
انا ابني يا بنات بيحب طبعا كل اي طفل بيحب البطاطس المقليه قوي قوي قوي. فبجد لو انت عروسه جيبيها، جيبيها حتى لو قلتي لا دي ما انا مش هستعملها، لا لا، بس لك هيجي في يوم ان انت عايزه تاكلي ابنك حاجه صحيه، انت عايزه له حاجه صحيه ياكلها، فهتقلي له بطاطس، فدي كلها زيوت ودهون مهدرجه، يعني هتدخليها في جسم طفل ليه؟ انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اعمل جمعيه واجيبها ان شاء الله، ادعوا لي. بس الواحد لما يفكر يعمل جمعيه ما يعرفش الاسعار هتوصل لفين، يعني فكري انت تعملي جمعيه عشان تجيبيها تلاقي الدنيا بتغلى اكتر. فربنا يسهل. ادعوا لي يا بنات، يا رب يا رب يا رب اجيب المقلايه الهوائيه، وان شاء الله انتوا كمان تجيبوها لو نفسكم فيها، ولو نفسكم في اي حاجه تجيبوها ان شاء الله. ولو انت عروسه ان شاء الله ان شاء الله هفيدك بفيديوهات كتير قوي 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 قوي. راجي خدي كده جوله على الفيديوهات اللي تحت هتعجبك قوي ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم. عيد اللحمه جاي يا بنات، بس الله اعلم احنا هناكل لحمه ولا ما ناكلش. ان شاء الله ناكل ان شاء الله، كل حاجه بتيجي برزقها. هنا اهو بصوا كده بقى نشرت الهدوم. وكده الفيديو بتاعي يكون خلص لحد هنا. استنوني في فيديو جديد، وعايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، ايه رايكم في التصوير. انا غيرت اتجاهات التصوير كتير، كتير غيرت اتجاهات التصوير، فعايزاكم تقولوا لي ايه رايكم. بجد رايكم يهمني قوي. وهنا جوجي بتعمل لكم ايه، يعني كانت بتساعدني، راحت قالت لي بصي صوريني وانا بعمل كده، فصورتها عشان خاطر ما تزعلش حبيبه قلب خالته ديت. والفيديو بتاعنا كده خلص يا بنات لحد هنا. استنوني بقى في يوم جديد وفيديو جديد من بيت اوسه ومامة اوسه. وهنا بقى استنوا اوسه يقول لكم ايه، باي باي. جوجي ايه مش جوجي، قول لهم يلا باي باي. اهو جوجي قالت لكم باي باي. يونس بصوا بقى هيديكوا هنا بوسه، احلى بوسه لاحلى ناس. بصوا شايفين البوسه، باي باي.